الشركة اللي كانت طايحة في البلاستيك وتوجد أعذار له تغيرت مع الجالكسي S6، وصار الهاتف ما كأنه من سامسونج أبدا. خلونا نشوف إذا هذا الهاتف كيف أداءه وإذا راح يكون يناسبك أو لا. السلام عليكم، أنا أدهم من تيك فويس، ومعي هنا الهاتف الجميل الجالكسي 6. خلونا نبدأ مراجعته. من ناحية التصميم أخيرا استغنت سامسونج عن البلاستيك اللي أصرت عليه فترة طويلة، ليأتي جالكسي S6 مزيج ما بين الزجاج بالخلف والأمام والألمنيوم بالأطراف. واجهة الهاتف ما زالت نفسها ما تغيرت، وهذا يحسسني إني ما زلت أستخدم هاتف جالكسي. الجهة اليمين راح تلقى فيها زر الباور ومدخل الشريحة، والجهة اليسار راح تلقى فيها أزرار الصوت. أما من الأسفل راح تلقى كل شيء ثاني، سماعات الخارجية، مدخل الشاحن، وكذلك مدخل الهيدفونز. أحد الأشياء اللي كانوا يفتخرون فيها مستخدمي الجالكسي سابقا هي إمكانية إخراج البطارية والذاكرة الخارجية، واللي صارت كلها مو مدعومة للأسف في الجالكسي 6، بالإضافة إلى أن سامسونج شالت خاصية مضادية الماء اللي كانت موجودة في الجالكسي S5 العام الماضي. لو كان في عيب بالتصميم فبوجهة نظري هي الكاميرا البارزة بالخلف، وكون الهاتف يستقبل البصمات بشكل مخيف صراحة. مسكة الهاتف باليد جدا ممتازة، صحيح ما تقدر تستخدمه بيد واحدة براحة مثل HTC One M9، لكنه مريح باليد عموما. شاشة الهاتف حجمها 5.1 إنش بدقة الكواد HD، نفس ال LG G3 والنوت 4، دقتها 2560 في 1440 بكسل. كثافة البكسلات هي 577 بكسل في الإنش الواحد بتقنية السوبر أموليد كعادة سامسونج، هذا يعني أنها راح تعطيك ألوان مشبعة أكثر، وكذلك لون أسود أقرب للواقعي. كمان هذه الشاشة راح تساعدك في تقليل استهلاك البطارية إذا استخدمت خلفيات أو ثيمات داكنة. الشاشة ما راح تعاني معها أبدا، سواء من ناحية النصوص، استعراض الصور والفيديوهات، راح تعطيك تجربة جدا ممتازة، وكعادة سامسونج ما زالت تبدع في مجال الشاشات الهواتف الذكية. الجهاز يستخدم معالج سامسونج الخاص، والأداء بشكل عام ممتاز خلال أسبوعها الأول من التجربة، خصوصا أن سامسونج خففت واجهتها بنسبة 40%، هذا يحسن الأداء بعد ما اعترفت بأن واجهتها السابقة فيها مشاكل بطء، لكن أتمنى أن الأداء يستمر بهذه السرعة نفسها. السماعات الخارجية أصبحت بالأسفل، وأصبح مكانها أفضل من السابق، وحتى أداها أصبح أفضل أيضا، وربما هذه أفضل سماعات قدمتها سامسونج بالهواتف الذكية حتى الآن. السماعات الخارجية عيبها الوحيد هو مكانها، يعني أشوف أنك ممكن تقفلها بالغلط خلال حملك للهاتف بعدة وضعيات. صحيح أنها مو أحسن من السماعات اللي موجودة بواجهة الهاتف مثل الون M9، لكن هذه أيضا ممتازة. الزر بواجهة الهاتف ما زال فيه خاصية البصمة، لكنها تحسنت، أصبحت باللمس بدل ما هي بالسحب في ال S5، وهذا بصالح الهاتف. بالنسبة للبطارية سعتها 2550 ملي أمبير، وهي أصغر من الجيل الماضي وما تقدر تفكها. أما أداها بالنسبة لي أقل من عادي، خصوصا مع شاشة الكواد HD اللي دقتها عالية، لكن الهاتف مزود بنظام لتقليل استهلاك البطارية، كمان يدعم الشحن بالوايرلس وأيضا خاصية الشحن السريع. بالنسبة للكاميرا فهي حصلت على كثير من الاهتمام بهذا الهاتف، راح تلقى الكثير من الخيارات. أحد الأشياء اللي أعجبتني هو أنك تقدر تعدل الفوكس يدويا، كذلك عندك خيار برو واللي راح يعطيك إعدادات متقدمة والمزيد من الخيارات الخاصة في التصوير إذا كنت تحب تعدل براحتك. واللي يعجبني بكاميرا الجالكسي S6 هو أنك تقدر تشوف كل النتائج قبل التصوير، سواء من فلاتر أو تأثير ال HDR أو غيره. الكاميرا فيها مجموعة من الأوضاع، لكن تقدر تحمل أوضاع أكثر من خلال المتجر الخاص بالكاميرا. أحد المودز الحلوة في الكاميرا هي الفيرتشوال شوت، وهي اللي تخليك تقدر تشوف أي شيء من جميع النواحي بمجرد تحريك الشاشة، وهي ميزة مرحب فيها ولو إنها مو سهلة من ناحية التصوير. الكاميرا الأمامية بهذا الهاتف هي 5 ميجا بكسل، وفيها خاصية بيوتي اللي ما عجبتني كثير، لكن بالمجمل أداء الكاميرا حلوة. الكاميرا تعطي نتائج رائعة جدا بالصباح، وأداء أفضل من السابق بالمناطق المنخفضة الإضاءة. وصحيح أن الألوان ليست قريبة من الواقع مقارنة بهواتف أخرى، لكن الأداء بشكل عام جيد جدا. تصوير الفيديو بالهاتف جيد جدا، تقدر تصور بدقات مختلفة 4K، Quad HD أو حتى Full HD. كمان الهاتف يحمل مثبت بصري عشان تطلع النتائج ثابتة قدر الإمكان، تقدر أنك تفعلها أو تعطلها من خلال الإعدادات.
وتوقعي الشخصي بأن هذه الكاميرا راح تبقى أحد أفضل كاميرات هواتف الأندرويد بعام 2015. من ناحية النظام، الشركة شالت عدد من المميزات اللي ما نحتاجها، مثل خاصية التول بوكس وكذلك الاير جسترز او الايماءات الهوائية، وبالتالي راح تلاحظ ان الاعدادات قلت نوعا ما وصارت معقولة اكثر. من ناحية الواجهة تاتشويز فصارت أجمل تصميما، والفضل يعود لجوجل ولمسات أندرويد لولي بوب اللي تشوفها بكل أنحاء النظام، سواء في الأزرار، التنبيهات، القائمة العلوية وأكثر. أحد الأشياء الجميلة اللي سوتها سامسونج هذه السنة أنها خففت واجهة التاتشويز. حتى الأصوات اللي كانت مزعجة موجودة سابقا في الواجهة شالوها، صوت الأصوات الموية والصوت اللي كان لما يطلع لما ترجع بالخلف شالوها، صار كل اللي موجود تقريبا هو بس أصوات زي ضغطات أو ما شابه لما تفتح تطبيقات أو قوائم أو أي شيء، وهذه كالأصوات صراحة بالنسبة لي كانت مزعجة جدا، فكويس أنهم استغنوا عنها. أكثر الخصائص اللي كانت موجودة أول في التاتشويز ما زالت موجودة الآن، لكن الفرق إنه ما عاد في تنبيهات. ما زلت تقدر تفتح تطبيقين مع بعض وتصغر التطبيقات وتتحكم فيها بالشاشة مثل النسخ السابقة تماما، لكن سامسونج حذفت كل التعليمات والإرشادات لهذه الحركات وريحتنا من الإزعاج لدرجة يمكن تحسب إن هذه الميزات مو موجودة في الواجهة. الكيبورد صار تقدر تحرك إصبعك عليه وتتحكم بالمؤشر. سامسونج قدمت متجر للثيمات مع الاس 6، وصحيح بأنه ليس الأفضل وما زلت أفضل نظام الثيمات اللي شفته في ال1 M9، لكن على الأقل ميزة موجودة للي يحتاجها. بالنهاية علمنا إذا كان الجالكسي S6 هو الهاتف المناسب لك أو لا. لا تنسى سبسكرايب وتسوي شير للفيديو. أشوفكم في الفيديو القادم. أنا أدهم، مع السلامة.